ديما الماتش اوفرتور كتشوفوا في كاس العالم في كوب دوروب في اي متاع كنا ماشي خايفين، كنا بغينا دغيا نماركيو. البينالتي اللي سقلنا ما عاوناش في الثقه، بقينا في الستيل دو جو ديالنا، بقينا د لا بوسيسيون جريناهم. كنا عارفين ولا ما جات في بروميير ميتون في دوزيام ميتون غيعيا، وهادشي اللي كيطرا. نتوما كتبعونا دوبوي 2 ans، هادشي اللي كيطرا مع بزاف لي بلوك با. الحمد لله ملي حلينا الماتش من بعد حلوا لي زيسباس، كان عندنا بزاف باش نماركيو الثاني. ملي ماركينا الثاني بون مع لي شونجمون ارتحنا شويه، وحتى الجمهور ارتاح. اللي مهم هي الربح، ندخلوا مزيان في لا كومبيتيسيون. حنا عارفين غنطلعوا اون بويسونس مع الرجعه ديال اشراف. تا مرابط شحال ما لعبش، بزاف الدراري راجعين اوسي، دونك سي بيان، سي بوزيتيف. واش معشر فوتبوليستاس، المنتخب الوطني كيربح اول افتتاحيات كوب دافريك ضد منتخب جزر القمر بواقع 2-0. ركراكي دخل المباراة بتشكيلة كتضم بونو في الحراسة، غانم سايس واكراد في اللاكس سنترال. في الأظهرة كل من مزراوي مكان حكيمي اللي مازال ما تحصلش على التصريح الطبي للاعب. وفي مركز الظهير الايسر اللاعب انس صلاح الدين. خط الوسط المحور امرابط كيتقدمهم العناوي وناحي كوسط هجومي. خط الهجوم ابراهيم دياز رحيمي والسيباري. كتبدا المباراة والعكس من المتوقع من منتخب جزر القمر، فالفريق بان باداء مختلف تماما عن منتخب ماتش الرديف القمري بدورة كأس العرب كونتر كتيبة سكيتشيوي واللي سالت 3-1. فالمنتخب الرديف القمري قدم انذاك ماتش هجومي ومفتوح، الشيء اللي نسبيا سهل مأمورية على منتخبنا الرديف، كسب النقاط 3 في افتتاحية كأس العرب قطر. اما المنتخب القمري الاساسي بقيادة المدرب الإيطالي كوزين فقام بالعكس تماما وأدى ماتش دفاعي محض وصعب اللقاء على كتيبة الركراكي. كوزين الإيطالي طبق البلوك با على المنتخب، وبالرغم من الدفع بكل من إبراهيم دياز ورحيمي بمؤازرة من مزراوي الكولوار من أجل فتح مساحة لاعب للاختراق، لكن تباتية لاعبي الخصم حدت من خطورة الاختراق. نجو دابا نحلوا الماتش تكتيكيا. مبدئيا كان معروف على منتخب جزر القمر أنه غادي يدخل الماتش بنية تطبيق دفاع متأخر، وكرياكسيون من وليد الركراكي قام بتطبيق سينجل بيفوت المتمثل بسفيان امراض، وخلى معظم المهام الدفاعيه والباك اب على نفس اللاعب في معظم التقسيمات في التيران. وبالمقابل خلى طاش اوفونسيف لكل من اناحي والعناوي في مركز الوسط. كذلك خلى لهم خاصيه تكوين تريونغل اتوليك مع بقاء رحيمي في مركز لاعب محطه. مرات كشار كان كيخلي الركراكي الصلاحيه كذلك لكل من مزراوي وانس صلاح الدين للانخراط الهجومي. وكنتيجه كنا كنشوفوا تطبيق خاصيه البوكس ميدفيلد من اجل فتح المجال تارة لانس بالتحول كظهير وهمي في الهاف سبيس باش يلعب العرضيات الكاري، لكن غياب اللاعب البوتشر او المحطه خلى معظم هذه العرضيات تدوز المربع الخصم من دون فينيش. بالرغم من تحصل المنتخب على ضربه جزاء واهدارها، بقى والد مآمن بنفس استراتيجيه اللاعب بالرغم من انتهاء الشوط الاول بالتعادل 0 لمثله. مجددا كيدخل الركراكي دوزيام ميطا بنفس الاستراتيجيه، لكن هذه المره غيحول ابراهيم دياز لمهاجم متاخر كيتمركز خلف المدافعين مع ترك تحويل رحيمي لمهاجم ثاني. وهذا السويتش اللي دار الركراكي مكنت المنتخب من ربح المساحات في المربع الصغير للخصم وتواجد ابراهيم في المنطقه 14 من الكاري، حيث في الشوط الاول لاحظ وليد تواجد واحد ديشي تكنيك كيتمثل في تواجد رحيمي ودياز في نفس المنطقه من الهاف سبيس، وهذا الشيء ساهم من تباتيه الدفاع الخصم وبالتالي غياب الحلول. وكاستدراك عطى وليد تعليمات لدياز في التحول منطقه 14، وكنتيجه لهذا التحول المنتخب كيتمكن من تسجيل الهدف الاول من اقدام ابراهيم دياز، تسديده مركزه للمرمى بعد عرضيه مثاليه من مزراوي. وليد الان كيقوم بالتغيير، اقحام للكعبي والزلزولي وخروج رحيمي واناحي. الكل كان كيظن هذا الشونجمون غيخلينا نشوفوا المنتخب كيتحول اللعب العرضي باللعب بمربع الخصم، لكن كان العكس تماما. الغرض من الشونجمون كان تحول الفورماسيون 4-4-2 من اجل استباق نيه الخصم للعوده في النتيجه، وبالتالي خلق وليد نوع من الكثافه في وسط الميدان. دخول الكعبي ما كانش لاجل التمركز التام في الكاري دي زويت كمهاجم محطه، بل بالعكس تماما كان من اجل اعطاء مساحه للزلزولي في الكولوار الايسر، وكذلك لطلب الكره في منطقه الهاف سبيس باش يكون قريب كذلك من الزلزولي، حيث الكعبي معروف عليه التحرك الدائم من الكاري للكولوار. وفي لعبه مثاليه من الكعبي قام بلعب مقصيه رائعه سجل بها الهدف الثاني، وكيعلن المنتخب الوطني فائز ب2-0. وليد الركراكي مجددا كيستمر في نفس النسق الهجومي، وهذه المره كيقحم النصيري كمهاجم ثاني في الكاري. كتنتهي المباراه بفوز المنتخب الوطني ب2-0 في اولى افتتاحيات الكوب دافريك. كان هذا تحليل مقابله المنتخب الوطني ضد منتخب جزر القمر
وكيفاش قدر وليد يتحدى الضغوط ويخرج منتصر في اول ماتش افتتاحي للمسابقه المقامه بالمملكه. ما تنساش كذلك دعمنا بلايك والبارتاج. كان معكم تكتيك كوتش، شكرا على المشاهده.